الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: رجل جامع زوجته بدون علاج، أي لمس قضيبه فرج زوجته وهي حائض، فهل عليهما شيء؟ الحمد لله. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحيض له أحكام تخصه، فإذا كانت المرأة حائضا فإنه يثبت في حقها جمل من الأحكام، ومن جملة هذه الأحكام تحريم وطئها حال كونها حائضا. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على حرمة وطئ الحائض ما دام دمها ينزل. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وفي سنن أبي داود بسند فيه مقال من حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار. فيجوز للزوج أن يستمتع بكل جزء من أجزاء جسد زوجته ما دامت حائضا إلا النكاح خاصة، فالذي يحرم على الزوج تجاه زوجته الحائض أن يطأها في الفرج. وبما أن السائل يقول إنه لم يطأ في الفرج فإنه لا حرج عليه إن شاء الله، ولكن من باب الاحتياط ينبغي للإنسان أن يبتعد عن مواطن الخطر ومواضع الشبه، فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى فإنه يوشك أن يرتع فيه. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فقد كان عليه الصلاة والسلام يحتاط لهذا الأمر وهو رسول الله، فيأمر أحد زوجاته إذا كانت حائضا وأراد مباشرتها أن تأتزر فيباشرها فيما فوق الإزار، يعني أن جسده يمس جسدها من فوق الإزار من باب الاحتياط، مع أنه أملكنا لإربه صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أن لا يعرض نفسه لمثل هذه المواضع التي قد تثور فيها شهوته وينسى النهي وينسى العقوبة المترتبة على ذلك وبسبب شدة شهوته وثورانها. فالأسلم للإنسان أن يبتعد عن هذه المواضع ويجعل بينه وبينها سدا منيعا بأن يأمر زوجته بأن تتزر ثم يباشرها فيما دون ذلك من تقبيل وضم أو ما شاء. فالأصل حل الزوجة وحل جميع أجزاء جسدها لزوجها إلا فيما حرمه الشرع، وقد حرم الشارع الوطء. فأقول لك أيها السائل: لا حرج عليك ولا بأس، ولكن حاول أن تحذر مرة أخرى وأن تجعل بينك وبين ارتكاب المحظور حواجز وموانع تقيك من الوقوع فيه، والله أعلم.